الفلتر الرمادي الغامق هيغير صورك 180 درجة وهيظبط معاك الصور جامدة قوي قوي قوي. وعايزك تحمل الفلتر ده وتقول لي رأيك فيه. وبقالنا فترة مستمرين في الفلاتر، فانت خليك متأكد انك عامل لايك عشان تشجعنا ننزل لك حلقات تانية وفلاتر تانية. ولو في فلتر معين عايزه اكتبه في الكومنتات وهعمله لك على طول. انا اقول لك ازاي تقدر تضيف الفلتر ده وتنزله من عندي من على اليوتيوب. طبعا هنخش على برنامج لايت روم. الواجهه بتاع برنامج لايت روم لو انت لسه جديد في الواجهه سهله. انت كده في تحت علامه سهم كده، السهم ده يدخلك عندك على الصور. بتبدا انت تختار اي صوره عندك وتحملها. يعني انا دوست كده بيقول لي عايز تجيب من على الملفات ولا تجيب من فوق، ايفون او اندرويد الشرح واحد. انا من هنا كده هختار من على الموبايل على طول، حتى صوره موبايل موجوده وجواها صوره اهي. هختار الصور بتاعتي كلها واضيفها جوه. وممكن انزل الفلتر جوه وابدا اضيفه برده بنفس الفكره، اكنه صوره واحده بس كده واضيفه ماشي زي كده مثلا. يعني انا مثلا دلوقتي معايا كده الفلتر الرمادي الغامق زي ما قلت لك عليه ماشي، زي ما انت ما شايف اهو، قبل بعد ماشي. الفلتر ده خليك مثلا انت نزلته وموجود عندك جوه، هتدوس على العلامه دي وهتدوس عليها نازل هنا وهتاخده زي اكنها صوره عاديه، تحددها كده وتدوس علامه صح، خلص الموضوع هيضيف معاك جوه زي كده ماشي. طب انا دلوقتي ضفت جوه برنامج لايت روم، عايز اخد بقى منه نسخه ماشي. هدوس على كده كوبي بريسيت وادوس علامه صح بكل سهوله، مفيش اي تعب. دوس هنا كده ودوس على كلمه تحت كوبي بريسيت على طول. شايف بقى الفلتر الرمادي الغامق مخلي المباني ومخلي الدنيا شكلها جامد قوي. طب تعال نجربه مثلا على مكانات زي الزرع، هنشوف هيظبط معانا ولا لا. الثلاث شرطات اللي فوق اختار ايه. تعالى لو انت مالكش في الانجليزي خالص، 1 2 3 4 5 سادس واحده ماشي. الخمسه بتخليك تعمل كوبي، السته بتخليك تضيف الفلتر ده على اي صوره عندك. الصوره مثلا دي احنا شفناها، صوره زي دي برضو نفس الفكره اهو، صوره زي دي في الزرع برضو اهي. الفلتر ده جامد قوي قوي قوي، والفلتر ده والله انا تعبان فيه قوي قوي قوي. فانت بقى ما تنساش تعمل لايك. واول رقمين من الباسورد معانا 11 ليك معايا، وهقول لك الرقمين التانيين على طول. برضو صوره زي دي ماشي شغال معايا اهو، صوره زي دي شغال معايا. تعال اقول لك بقى ازاي تنزل الفلتر ده من عندي من على اليوتيوب، وازاي تقدر تحطه على برنامج لايت روم في اقل من دقيقه. هنخش على اليوتيوب، هتفتح لي على القناه او الفيديو اللي انا واصل لايه، الفيديو اللي انا واقف عليه. او مثلا لو انا ما اعرفش اسم القناه هكتب في الاستديو ماشي. طبعا انت بتبقى واقف على الفلتر. انا طبعا بختار اي فلتر من هنا عاجبني، ببدا اشوف الفلاتر اللي عاجباني، مثلا دول 5 فلاتر جامدين قوي ماشي، عايز احملهم. هدوس على الوصف اللي تحت كده وادوس دي موجود 1 2 3 4 مرقم لك من 1 ل5 الفلاتر. ولو باسورد الفلتر ده بيبقى موجود الباسورد في الفيديو، بسيبه لك على مرتين. ودوس على رقم 1 كده اللي هو تحميل، اخش على اي منصه من دي موجوده، هيفتح لي كده في جوجل بلاي ماشي. طبعا الناس بتقول انت بتبقى سايب صوره وسيبك من النصب ده، والكلام ده موجود والله كتير. بس انا عايز اقول لك بص، طالما في قبل وبعد اهو في فلتر، انا ما بشتغلكش يعني ماشي. دوس على كلمه داونلود اللي تحت دي كده. طبعا هيبدا يعد لي 12 ثانيه. انا مش هتخطى اعلانات ولا ادخلك على صفحه تاني ولا اعلانات تخليك تطلع وتخش تاني، لا، زي ما انت واقف كده 12 ثانيه بالظبط هتعد معاك كده. وبعد ال 12 ثانيه هتبدا تحمل الفلتر بتاعك. انا هشرح لك الخطوه دي بكل سهوله. داونلود هي موجوده. طبعا في صيغه فوق وفي صيغه تحت، لا احنا هنختار الصيغه اللي فوق دي كده ماشي. دي الصيغه اللي بيدعمها برنامج لايت روم. هدوس عليها كده ماشي، هو لوحده. انا هدوس على علامه اكس بس دي كده اللي فوق ماشي. كلمه تنزيل تحت اهو. طبعا انت لو اندرويد ممكن ينزل عندك على طول، انا هدوس على كلمه تنزيل دي ايفون ماشي. وفي فتح بقى، فتح في ايه بقى، انا عايز افتح انزله على طول عندي، ممكن انزله على طول على الملفات. هو مكتوب فتح ايه، فتح فيه ملف خاص. لا يا باشا، انا ادخله جوه برنامج لايت روم على طول. اروح دايس ايه، لا على لايت روم كده، هدوس عليه ودوس على الكلمه اللي تحت كده، دخل الفلتر جوه برنامج لايت روم. انا كده لو دخلت على برنامج لايت روم هلاقي الفلتر موجود عندي جوه. هطلع بره كده ماشي واستنى الفلتر كده. الفلتر يا باشا ابحث الفلتر نزل عنده اهو. تمام كده كده لحد دلوقتي انا ماشي صح والفلتر نزل معايا صح. طبعا تاني رقمين معانا في الباسورد 27. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل ما هو جديد، وتقول لي رايك في الفلتر ده. ولو محتاج فلتر معين اكتب لي تحت واعمل لك الفلتر على طول. الدبانه جت في اخر الحلقه بقى، فعادي بقى. سلام يا صاحبي.